صباح الرضا، صباح الجمال والروقان بعد يوم الغيط الجميل. الله، شوفوا بقى، شاركوا معايا يا متابعيني. ولادي الجمال القطاقيط احمروا. شوفوا بقى ميلاد 3 طماطمياتي، ربنا بيرضيني والله بعد يوم الغيط الجميل ده. والنهارده صبحه رايقه، كانوا ساعتين بس في الغيط، بس والله روقوا بالنا، كانوا من قلبنا. كنا متجمعين كلنا من زمان ما اتجمعناش، محدش ماسك الموبايلات. صبحه كده قلت لهم انا مش عايزه اطبخ، مش عايزه اعمل اكل. قالوا لي احنا كمان يا ماما راضيين. قلت لهم مش فارق معايا حاجه. قالوا لي طب خلاص هنتصرف لما نجوع. جت منى لقيتها بتحمر بصل، وراحت عامله صلصه وغاليه ميه على النار، شويه مكرونه عاديه خالص بالصلصه. هتشبعكم ومش هتزعلوا؟ قالوا ايوه هتشبعنا، احنا راضيين. وبابا كمان قال جميل. بصراحه كان يوم بسيط، كنت حاسه ان انا واكله 20 سنه قدام، جايه راضيه كده من الغيط. الرضا حلو يا جماعه والله. وعلموا بناتكم، علموا بناتكم يدخلوا المطبخ، علموا بناتكم يعتمدوا على نفسهم. انا سبتها النهارده، منى بنتي الكبيره هي مخطوبه ومعاها اختها الصغيره، هم اللي كانوا في المطبخ، هم اللي صوروا وهم اللي عملوا كل حاجه، وهم اللي فكروا. قلت لهم الاكل عليكم، انا مش هفكر، احنا عايزين حاجه بسيطه لازم تحمليها المسؤوليه. عملت مكرونه وقالت لي كمان هعمل يا ماما حاجه حلوه قوي هتبسطك. قلت لها وماله، انا عايزه اتفاجئ. بصراحه عملت احلى تحليه. ومش الام بس كمان اللي تشجع بنتها، وانت كمان يا بابا، انت عليك دور مهم. حب بنتك، احضنها، احتويها. النت فظيع بره والعالم اللي بره فظيع، لازم يبقى عندها اشباع بحب باباها، متدلعه في بيت ابوها وعندها اشباع، محدش يقدر يضحك عليها. خلاص اللي جاي ده هيكمل دلع باباها، مش محتاجه حد بعد ربنا، مش محتاجه حد. اللي جاي بيسندها بيساعدها، هي شبعانه حب وشبعانه حنيه. ولما تعمل اكله حتى لو مش عاجباك، ما تجيش تقول لمامتها ما تخليهاش تطبخ، اعملي انت الاكل بايدك. لا، ولادي جميله، المره الجايه تبقى احلى. ده انت نفسك زي نفس ماما بالظبط. ايه الحلاوه دي؟ ايوه كده، شجعوا بناتكم تعمل وتشيل المسؤوليه، هيروحوا بيوت وهيبقوا مسؤولين يتعلموا. وانت يا بنوتي يا عسوله ما تخافيش، اتجرأي واعملي في حضن بابا وماما، واغلطي اغلطي طول ما انت في بيت بابا، اعملي ده وصححي تاني الاكله دي. ما تخافيش، الاكل عايز جراءه، جراءه بسيطه. كلنا طبخنا اهي، ومنوشه هي قاعده بتعمل وبتزوق الجيلي، مخليه شكله جميل بحاجات بسيطه، شويه بسكوت، جيلي، كريمه. هم كمان اللي لموا مصروفهم وقالوا احنا هنعمل النهارده حاجه حلوه، وانا عملت عبيطه وسبتهم يعملوا اللي هم عايزينه، طالما انا بقى مش هدفع النهارده ولا اعمل حاجه. شوف الجمال. لو بصوا كانت روعه روعه روعه. لو عايزين الطريقه بتاعتها بالظبط اكتبوا لي في التعليقات، وانا اخليها تصورها كلها من الاول للاخر. الجيلي بالفراوله ده بالكريمه، تعمل له ريلز او اي مقطع وانا هنزله لكم بالتفصيل. جميل بصراحه، رطب في الحر، حسيت كده حاجه جميله رطبت عليا في الحر. وكمان احنا قطعناها بدري، ما صبرتش عليها لما تجمد قوي، كمان كنا مستعجلين من شكلها الجميل، بس كانت تحفه، تحفه فنيه والله. الرضا يا ولاد، الرضا حلو قوي. وخرجوا وانبسطوا مع عيالكم، اقفلوا الموبايلات ان شاء الله يوم واحد، هتحسوا بفرق قوي في صحتكم وفي جسمكم وفي طاقتكم. انا جايه عندي باور وطاقه حلوه بصراحه. هي النهارده عملت ده وانا بقى عملت التونه. انا فضيت لي التونه عشان كنت انا عاملاها يوم الغد، سبتها بقى غسلتها ونقعتها وسبتها. شوفوا الجمال. الله 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 الله. يومنا البسيط الجميل ده، قمنا مرتاحين كلنا نفسيا النهارده بعد مشوار الغيط. قمنا مش عايزين نعمل حاجه زي ما قلت لكم. والاخر لما جوحنا فعلا عملنا المكرونه، وبعدين منى عملت لنا التحليه الحلوه الجميله دي، بصراحه كانت ولا اروع. وحسيت برضا كده. مش كل يوم يا حبايبي، مش كل يوم لازم نطبخ ونعمل مهرجانات واكل كتير. عادي، في ايام بنطبخ وايام بنعزم وايام مفيش وايام في على القد. المهم الرضا، مش لازم كل يوم نطبخ، لكن كل يوم لازم نرضى. ولو وصلتوا لهنا صلوا على النبي واللايك الجميل واشتراك في القناه اللي ما اشتركش. انا اختكم امل، واكتبوا لي في التعليقات صلي على النبي.